مالك بن دينار كان شرطي في بني أمية، وكان فظا غليظا شديدا قاسي القلب. فبينما هو يسير يوما في سوق النخاسة أعجبته امرأة فاشتراها، فأحبلها فولدت له جارية كانت تلامس شغاف قلبه، حبها من كل قلبه، وكان لا يدخل بيته إلا دللها. تخش في البنت فين؟ يديها له، يفضل يدلعها ويهزر معاها ويكلمها. فبينما دخل يوما، هو الذي يحكي ذلك مالك بنفسه، يقول: فدخلت البيت يوما فأخذت أدللها فألقيتها فسقطت ميتة مرة واحدة كده، وهي أحب الناس إلي. قال: فنمت ثملا من شرب الخمر. شوف مخه كان إيه؟ زعلان، اشرب خمرة. شوف كيف أخذه الله من قعر المعصية إلى قمة الولاية، عشان تعرف بس أنه يقبل العبد ويدنيه ويقربه ويجتبيه برحمته. فنمت يوما ثاملا من شرب الخمر فرأيت في النوم كأن تنينا حشرني إلى النار. التنين ده كان يذكرونه عند العرب حية لها أكثر من راس كده، كأن تنينا يحشرني إلى النار، فنودي من قعرها ليس هو من أهلها. فانطلقت هائما على وجهي والتنين خلفي، فرأيت رجلا عجوزا فقلت: يا عمي أمت عني هذا التنين، بعدوا عني. فقال: يا بني لا أستطيع، لكن أدلك من هنا، اجري من هنا. قال: فجريت في الطريق الذي دل عليه فرفع لي قصر عظيم أزهر